من فبكى الحسين وقال له: يا أخي، أنت صاحب لوائي. قد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن آخذ بثأري من هؤلاء القوم المنافقين. جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لا أحب أن أراك قتيلا، وأحب أن تراني قتيلا بين يديك. إذن فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. وإذا بالأطفال ينادون: العطش العطش يا عم، احمول الشدد غيرك، من يشلها وتفوف النواي، من يشلها كثير جروح قلبي، من يشلها أداوي جرح يصير بي. فذهب العباس إلى القوم، فلما توسط الميدان قال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وفتيانه، وبقي وحيدا فريدا مع أطفاله وعياله، وهم عطاشا قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من ماء. فقال له الشمر اللعين وشبث بن ربعي: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة، إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. ثم رجع إلى المخيم، وإذا بالأطفال يصرخون من العطش. فلما سمع العباس ذلك رفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، أريد أن أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء قربة من الماء. فجاءت سكينة تحمل القربة وتشتكي ما بها من الظما. يا سكنة ضامي يا عباس عمي، شلون يصير وانا عدل يمي؟ يا عم الماء يهين لا يهمي، يا شلون اهتم وسيف طوعي منه. وبعد أن أم بالذهاب تعلقت به أخته زينب عليه السلام، وقالت: أخي بل فاض الوداع الوداع. فقبلها من رأسها وقال لها: الوداع يا زينب. أخي، دعيه يمضي،
فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. وحمل العباس من جهة الفرات يريد الماء، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. حتى كشفهم عن المشرعة ونزل المشرعة فلم يجرأ أحد من الاقتراب إليه. فلما أحس ببرودة الماء مد يده وغرف غرفا ليشرب، فلما أدناها من فمه ذكر عطش أخيه الحسين وأطفاله، فرمى الماء من يده وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون، تشربين بارد المعين. والله ما هذه فعال ديني، ولا فعال صادقا يقيني. شلون اشرب واخوي حسين عطشان وسكنه والحرم واطفال رضعان، وضن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعدنا حلو ومر. فلما خرج من المشرعة تلقاه عمرو بن الحجاج بمن معه فشد عليهم وهو يقول: الله أكبر، لا أرهب الموت إذا الموت سقى، حتى أوارى ميتا عند اللقاء. نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى، إني صبور شاكرا للملتقى، بل أضرب الهام وأثني المفرقة، إني أنا العباس صعب باللقاء. الله أكبر. فقتل رجالا ونكس أبطالا، وبينما هو يقاتلهم إذ كمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة فضربه على يمينه. فأخذ السيف بشماله وقاتلهم وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، صبط النبي
الطاهر الأمين، وقاتلهم قتالا شديدا، فكمنا له حكيم بن الطفيل من وراء نخلة وضربه على شماله فقطعها، فقال عليه السلام: يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار مع النبي المصطفى المختار، قد قطعوا ببغيهم يساره، فاصلهم يا رب حر النار. وكان كل همه إيصال الماء إلى الحسين عليه السلام وعياله. فلما نظر عمرو بن سعد إلى شدة اهتمام العباس بالقربة صاح: ويلكم دونكم القربة، فوالله لو شرب الحسين لفناكم عن آخركم. فرشقوه بالنبال، فجاءت إليه السهام كالمطر، فسهم أصاب القربة، وسهم أصاب عيناه، وسهم أصاب صدره، وسهم أصاب ركبته، وضربه رجل بالرمح في خاصرته، وضربه لعينا بعمود من حديد على رأسه، فسقط إلى الأرض وقال: أخي أبا عبد الله أدركني. فحمل عليهم الحسين كالليث الغضبان: أخي عباس يا أبا الفضل، لأين تفرون؟ فقد كسرتم ظهري. إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي عباس؟ تعاين من الخيم من علق محسين يصيح بصوت: يا عضيد طحت بعد ما شوف دربي يضوى العين. يا اخويا الكون كله بعين يظلم. فلما وصل إليه أحس العباس بوقع أقدام الحسين عليه السلام، فظن أنه رجل من الأعداء جاء لقطع رأسه، فقال له: بالله عليك امهلني حتى يأتي إلي ابن والدي فأودعه ويودعني. فلما سمعه الحسين عليه السلام الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين. ثم أن الحسين عليه السلام جلس عنده لماذا يا أخي كلما وضعت رأسك في حجري تنزله إلى الأرض؟ أنت الآن تضع رأسي في حجرك، فبعد قليل من يضع رأسك في حجره؟
دعني أحملك إلى المخيم. بالله عليك، ما تركتني في مكاني. لماذا يا أخي؟ لأمرين: الأول، فقد نزل بي الموت الذي لا بد منه، والثاني أني وعدت سكينة بالماء وأنا مستح منها. يا خويا حسين خليني بمجاني، يقل ليش يا زهرة زماني، يقل وعديت سكنة تراني بما يوم استحي منها وما يقدر